في دوري أبطال أفريقيا بيغلب 1-0. بالنسبة للزمالك فبرضه بيغلب في الكونفدرالية. هنيجي البيراميدز. بيراميدز غلب نهضة بركان في كاس السوبر الأفريقي. يبقى كده الفرق المصرية بتثبت نفسها إن هي على أعلى مستوى. الفرق المصرية بتثبت جودة اللعب المصري. طيب، لو جينا نبص على المنتخبات هنلاقيها أقل من مستوى اللعيب، من مستوى الفرق، وده مش مطلوب تماما. أنا أتمنى إن الفرق المصرية تكون ضعيفة والمنتخب قوي، بس ده ما بيحصلش. لأن لو المنتخب قوي يبقى اللعيبة قوية، يبقى اللعيبة دي لعبة في مصر أكيد يعني. فالشيء بديهي هتكون الأندية قوية. إنما عشان الصفقات الأجانب فأنت هتلاقي الفرق قوية جدا. طبعا إدارة نادي الأهلي كانت على قدر المسؤولية إن هي تلعب مباراة مع المدرب الجديد وتغلب. هتقولي ليه؟ هقولك ببساطة لأن المدرب ده جديد وأول مرة يلعب مع الفريق، وكويس إن هو غلب، لأن هو كان ممكن يخسر أو يتعادل. لا، هو غلب على أرضهم. فطبعا ده أداء يحترم من المدرب لأول مباراة ليه ويقدم المجهود العظيم ده. وطبعا عندنا نادي الزمالك في ظل الضغوطات وفي ظل النادي الربيع من إفلاسه، نادي الزمالك بيغلب 6-0 على أرضهم. فالنادي الزمالك كويس برضه. فالنادي الزمالك لما يجي هنا المفروض بقى يعمل سكور أعلى على أرضنا، مش سكور أقل، واخد بالك. وبيراميدز بياخد كأس السوبر الأفريقي بعد ما فاز على الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. كان الزمالك بيراميدز فعلا عامل موسم خرافي، كان هياخد الدوري كمان في الموسم ده، ولكن الأهلي ما بتضيعش منه كل حاجة. وطبعا مجلس إدارة النادي الزمالك لحد الآن غير واضح، غير مستقر. يعني طلع في تصريح مهم وتصريح خطير من سميح ساويرس، قال أنا مش هدعم نادي الزمالك إلا بعد وجود إدارة واضحة وصريحة وناجحة. لو أي حد مكان سميح ساويرس هيعمل كده، لأن إدارة نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك غير واضح بالمرة، غير واضح بالمرة. في ظل بقى ان النادي الاهلي بيعمل صفقات وبيبني الاستادات والدنيا تمام. والنادي الاهلي طبعا في صفقة مهمة جدا جاية النادي الاهلي. الصفقة دي هتكون بمثابة صفقة الموسم. ابراهيم عادل بيلعب في بيراميدز، هيجي النادي الاهلي قريب، وانا عارف بقول لك ايه. فالنادي الاهلي عنده مجلس اداره ناجح. لما جه المدرب يختاره رشحوا 5، صفوا 3 عرضهم على الخطيب. إذن إدارة النادي الأهلي ناجحة. ما بقولش الإدارات التانيين فاشلين، لكن الإدارة دي ناجحة. وطبعا النادي الأهلي في الصفقات الموجودة دي زيزو، بن شرقي، إمام عاشور ربنا يرجعه بالسلامة، تريزيجيه. الصفقات الكبيرة دي محتاجة توظيف بس، وإن هي محتاجة توظيف يعني محتاجة مدرب بس. ونشوف الأهلي ده بيكتسح أي فريق
في افريقيا وخارج افريقيا. انا عارف بقول لك ايه، في افريقيا وخارج افريقيا. لو الصفقات اللي عندنا دي عرفت تتوظف بشكل جيد، لان اهم حاجة التوظيف اللعيب. يعني انت بتلعب هنا، لا انت تمام، هنا تمام، مش بتلعب هنا مش تمام. ده اللي المفروض يحصل علشان النادي الاهلي يقدر ينافس على كل البطولات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. سلام.